وأخيرا وبعد إنكارات طويلة ثبت لنا جميعا أنها أكاذيب، اعترف عماد متعب نجم مصر والأهلي بحادثة إطلاقه النار في الهواء يوم الثلاثاء الماضي في شارع مراد في الجيزة ضد أحد سائقي التاكسي لمضايقته زوجة عماد متعب ملكة الجمال السابقة. عماد متعب اعترف بالفعل في تحقيقات النيابة، مؤكدا الواقعة ومؤكدا أن سلاحه مرخص وأنه لم يستخدمه إلا عندما تعرض للاعتداء، وأن حياته كانت مهددة عندما حمل سائق السيارة التاكسي كوريك السيارة للاعتداء عليه، ما جعله يطلق طلقتين في الهواء كترهيب للسائق المعتدي. بعد استماع النيابة لأقوال عماد متعب أفرجت عنه بضمانه الشخصي لاستكمال التحقيقات. والسؤال: متى يدرك عماد متعب أن الحقيقة هي أقصر طريق للنجاة؟ متى يدرك عماد متعب أن أخباره خارج الملعب تطغى منذ 16 شهرا على أخباره الكروية؟ متى يدرك عماد متعب أن الفترة الطويلة التي ضاعت من عمره في الصحف فقط دون الملاعب وهو في قمة نضوجه سيندم كثيرا عليها؟ عماد متعب ليته يتعلم ولا يكرر أخطاءه. ضيفنا الليلة حكمنا الدولي القديم